السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم جيت نشارك معكم في طريقة صنع القطايف التقليدية الجزائرية ولا الكنافة. اليوم ان شاء الله نخدموهم على الطريقة التقليدية بكل سهولة. العجينة تاعها سهلة مهلة، والخدمة تاعهم تولفوا يدكم برك تولي تجيكم سهلة. وقبل ما نبدا في الوصفه نقول لكم السعر تاع الكبه شحال راه يدير 6000 للكبه. الوزن تاعها 120 غرام، يعني راح تخرجوا فيهم كيلو تاع الفارينه يخرج لكم حوالي 9 كوبات اذا ما خسرتوا والو. نروحو نبداو بسم الله في الوصفه نتاعنا. الوصفه تاعنا ما تحتاجش مقادير بزاف، يعني ما فيهاش كامل خساره. عندي لتر تاع الماء عادي، ما يكونش دافي ما يكونش بارد، من الحنفيه. ديروا لتر تاع الماء، زيدوا معاهم ربع ملعقه صغيره تاع الملح وملعقه كبيره نتاع الزيت. وعندي لهنا 550 غرام فارينه. دوك نوزن لكم 550 غرام شحال تجيني في الكاس ونكتبها لكم في صندوق الوصف. لترة تاع الماء، شوفوا اي قرعه تاع لترة وكيلو بها. طريقة التحضير كما شفتوني، حطيت الماء، زدت عليه شوية هذيك تاع الملح وزدت الزيت، واني نخلط بالفوي ونحط في الفارينة بالتدريج باه تنحلي مليح ديك الفارينة. لو كان ترمو ديك الفارينة دفعة واحدة ما راحش تنفتح معاكم بكل سهولة. انا نحط فيها غير بالعقل بالعقل وراني نخلط بالفوي. العجينة هذه ما تديش معاكم وقت كبير، حوالي 3 دقائق، اذا كثرتوا 5 دقائق تكونوا حضرتوها. ومام هاد العجينه ما تحتاج انها تريح، تقدروا غير تكملوا تروحوا تطيبوا القطايف تاعكم قباله. واللي تخدم كميات كبيره بيان سور تخدم العجينه من قبل ومن بعد تروح تخدمها في عقلها، هكذا باه تنظم وقتها. شوف دائما خلطوا في الاطراف باسكو الفارينه هذيك تلصق في الاطراف. انا كما نخلطها هكذا من بعد نجيب بغا ميكسور ونميكسيها باه نتاكد بلي هذوك الحبيبات كامل نفتحوا، ونزيدوا نصفوها باسكو لو كان ما ينفتحوش هذوك الحبيبات وما تصفوهاش راح يبوشوا لكم العيون تاع اللومبوط تاعكم وتولي العجينه ما تخرجش منه. ما لا لازم كامل نديروا هادو المراحل باه تخرج لنا العجينه تاعنا شابه. انا لهنا كملت خدمت هكذا بالفوي، شتو ما داتليش وقت كبير. دوكا نجيب البغا ميكسور، بغا ميكسور ثاني ما نخدمش به وقت كبير، دقيقه ولا 2 دقائق لو ماكسيموم. نبقى هكذا نميكسي فيها مليح، من بعد نروح نصفيها والعجينه تاعي تكون واجده. انا خدمت معاكم هذه الكميه ومن بعد راح تزيد كميه واحده اخرى على خاطر هذه كميه قليله. وخدمه القطايف تحلى لكم، غير تجي تخلص العجينه تقولوا لك غير خدمنا اكثر باسكو تحلى لكم الخدمه نتاعها. صاري لها كما الديول، غير تجي تخلص لكم العجينه تحبوا تزيدوا تخدموا. انا نكمل ميكسيها هكذا ونروح نصفيها كما قلت لكم. من الاحسن تصفوها في الصفايه تكونوا العيون تاعها رقاق ما يكونوش خشان بزاف. انا عندي هذه الصفايات وما تقدروا تصفوها حتى في الغربال. ودائما ديروها العجينه تاعكم في ماعون يكون هكذا غامق، ما ديروش مسطح باه تجيكم سهله ترفدوا العجين تاعكم. لاباط تاعها شوفوا تشبه لاباط تاع لي كريب شويه، ما لازمش ديروها خفيفه بزاف وما لازمش ديروها ثقيله بزاف. لو كان ديروها ثقيله بزاف ما راحش تخرج من العيون تاع اللمبوط، لو كان ديروها خفيفه راح تجيكم تقطر العجينه ما تجيش شابه. هذو المقادير اللي مديتها لكم مضبوطه. والفارينه اللي استعملتها ما تستعملوش الفارينه تاع الكاطو، استعملوا الفارينه اللي تخدموا بها المعجنات لا تي 55. والنوعيه ما تهمش، اي نوعيه تكون عندكم تاع فارينه اخدموا بها، مام تكون رادئه او تخرج لكم العجينه تاعكم شابه. دوكا شوفوا انا حضرت كامل الدوزان اللي نخدم بهم. لهنا نروحوا نحكوا على الطابونه. الطابونه هي شوفوا كي يكون عندكم سني كبير، انا عندي سني كبير، القطر تاعو 56 سنتيمتر، حطيت له بريكه من وبريكه من هيك باه نقدر نحط السني تاعي والحراره تمشي كامل على داك السني. وردوا بالكم على الغاز، غطوا التيو تاعكم وهذوك اللي يزيدوا ينقصوا كامل غطوهم كامل بالالومنيوم باه ما يسخنوا لكمش بزاف ويذوب لكم التيو. حطوا السني تاعكم يسخن مده 5 دقائق هكذاك حتى ل10 دقائق، باسكو انا السني تاعي ثقيل من نوع هذوك تاع بكري، ثقيل بزاف لازم له مده باه يسخن. وريت لكم النار كيف تكون متوسطه، ما هي قليله بزاف ما راهي قويه بزاف، على خاطر قلت لكم الطابونه صغيره لازم تمشي للنار. لو كنت نقصولو راح تقعد لكم النار غير في الوسط والطرف ما يسخنوش. ومن الاحسن قبل ما تبداو الخدمه لو كان يكون عندكم كاش كارطون ولا نيلون فرشوه كامل في الارض باه ما تمرمدلكمش الدنيا وتخرج خدمتكم نقيه. انا ما كان عندي والو في الدار، يتسمى حطيت سنيوه غطيتها بالبابي فيلم يعني بالفيلم اليمونتير، وحطيت فيها دوزاني باه ما توسخليش الحاله. وجيبوا سنيوه واحده اخرى حطوا فيها في القطع قماش ولا طرشونه خاصه بالمطبخ
بعد تحطوا فيها القطايف كي تكملوا طيبوهم. دوكا نروحوا نهضروا على طياب. شوفوا كي تعمروا اللومبوط لازم تعمروه مليح بالعجين، وهذاك اللومبوط حطوه في كسرونه تكون تقيسو ما تكونش كبيره عليه، بهذاك العجين اللي يهبط في الكسرونه ونعاودوا ريكيبيروه. عمروا اللمبوط تاعكم مليح وبداو تخدموا، لازم تكونوا تسرعوا شويه، واللمبوط تاعكم لازم يكون قريب يمس السني. لو كان ترفدوا يدكم على السني راح تخرج لكم العجينه مقطره. لازم قلت لكم تهبطوا اللمبوط حتى قريب يقيس السني، وتبداو تدوروا، تبداو من الطرف وراكم تدخلوا في الوسط دائما. ما تعمروش العجين بزاف باه طيب لكم العجينه. الوسط دائما خلوا شويه فارغ. شوفوا معايا يعني راني مهبطه يدي حتى قريب يقيس لي السني، وتبداو تخدموا للطرف وتدخلوا حتى تلحقوا للوسط وتخرجوا. ودائما لازم تكونوا رابيد، لو كان تكونوا غير بالعقل ما حش تنجح معاكم. دائما معليش المره الاولى خسروا، والدوزيام والتخوازيام بعد تتسرح يدكم. وللعلم انا راني مبتدئه، ما عنديش مده من اللي تعلمتهم. علمتهم لي لوستي يكثر خيرها، ما عنديش بزاف من اللي تعلمتهم. يتسمى هذا وين بديت نتسرح فيهم. قولوا هذه المره الثالثه وانا نخدم فيهم. شوفوا دايما نعمروا اللمبوط مليح ونحطوا الكسرونه قدامنا، ونبدا ندور من الاطراف حتى ندخل للداخل ونجبد. واكدوا لي على اللمبوط لازم يكون قريب يتوشي السني. لو كان تطلعوه شويه زياده يخرج لكم كامل مقطره، ما تخرج لكمش العجينه مسرحه، ما يخرج لكمش هذوك الشعرات الطوال. وثاني هذيك الشيفونه لا كي تشوفوني نمسح بها، جيبوا شيفونه تكون نقيه وحطوا شويه زيت قدامكم، مره على مره امسحوا السني تاعكم بقطره تاع زيت، باسكو لو كان ما تمسحوش يبدا يلصق. حتى وين يتعود على طياب يولي ما يلصق لكمش كامل. وثاني ملاحظه نقولها لكم، كي تكملوا تحطوا القطايف تاعكم، شوفوا كي تكملوا تابليكوا هكذا العجينه ماشي غير تكملوا ترفدوها، استناوها. شوفوا تولي تمشي وحدها، لاحظوا مليح كيف تولي تمشي وحدها العجينه. كي تشوفوها بدات تتكمش وتجي للوسط، ثم نتوما اللي تروحوا ترفدوها لازم تنحوها ناشفه ماشي يابسه بزاف، وما تخلوهاش حتى تحمر، بصح لازم تنحوها يابسه. لو كان تنحوها طريه راح تتعجن معاكم العجينه. وكي ترفدوها رفدوها كشغل نفضوها باه يطيحوا منها هذوك القطرات ولا الفتات اللي يكون فيها. وهذاك الفتات دائما نرموه في السنيوه، في هذيك اللي تكونوا مغطينها بالبابي فيلم. وثاني مره على مره حيت بوشالكم عين ولا زوج من اللمبات، ديروا الطريقه اللي شفتوها معايا دوكا في الفيديو، اني نهضر شويه روطار. دخلوا العيون تاع اللمبات في الروبيني تاعكم وديروا باسينه باه ما يضيع لكمش هذاك الماء. انا ما درتش على جال كنت نصور لكم برك. ديروا العين تاع اللمبات اللي تكون مبوشيه داخل الفم تاع الروبيني، هكذا راح يتسرح لكم اللمبات. وانكا ما يتسرح لكمش تبقى حاصله فيه شويه تاع عجينه، جيبوا كالسلك وديبوشوا اللمبات تاعكم. بعد ما تكملوا العجينه تاعكم، شوفوا تكونوا تخدموا غير تبرد، بداو توجدوا في الكوبات تاعكم. غير تشوفوا العجينه تاعكم بردت، لموا كوبات تاع 120 غرام. راني وريت لكم ثاني في الفيديو، راكم شفتوا كيفاش خدمتهم ولميت الكوبات تاعي. من الاحسن لو كنتوا حابين تبيعوهم حطوهم في المارشي يطيروا بهم. وكما قلت لكم سعر الكوبه بوزن 120 غرام راهي 6000 للكوبه، وتقدروا تحتفظوا بهم في المجمد حتى الوقت اللي تحتاجوهم. وبالنسبه لسعر اللمبوط انا شريته ب 340 الف تاع النحاس. كاين اللي تاع النحاس وكاين اللي جاي مخدوم من الحديد بصح يتصدى لكم يدير 60 الف. ان شاء الله نكون فدتكم معايا في هذا الفيديو وتعجبكم. وما بقى لي غنقول لكم ما تنسوش تخلوا لي لايك واشتراك وتفعلوا الجرس باه يلحقكم كل شيء جديد. ونقول لكم ثاني دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.